السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. مكملين ان شاء الله 100 يوم مع القلايه الهوائيه فيليبس اكس لارج اكس ال اسينتيال ان شاء الله. دي حلقه عن شوي الكبد والقوانص. طبعا بجد الوصفه دي من اجمل الوصفات وسهله جدا، والطعم حلو قوي وسريعه جدا، من الحاجات المنجزه قوي في 10 دقايق بالظبط. بصوا بقى معايا هنا، دي كبد، بس الكبده طبعا بالقلب بتاعها اللي هي بتاعه الطيور، بتبقى حلوه واكله جميله كده وموفره. غسلتها طبعا كويس جدا وصفيتها، ووريتكم ان انا عملت بصلتين كده كبار، اخدت بس الميه بتاعتهم وحطيت فلفل اسود وملح وبهارات مشكله وحبهان ولورا مطحونين، وممكن سنه بسيطه من الثوم البودر، وحاجه بسيطه برده من البصل البودر. اهم حاجه في الوصفه ديت ميه البصل والملح، وكمان الفلفل الاسود، وكمان وممكن عصرة نص ليمونة. تسيبيها كده حوالي مثلا ربع ساعة ولا حاجة، او نص ساعة في التتبيلة دي. طبعا لو اتسابت اكتر بيبقى الطعم روعة خالص، ساعة بقى اكتر تمام برضو، لكن ممكن بعد ربع ساعة نص ساعة تشتغلي على طول. بعد كده سخنت الاير فراير زي ما انتم شايفين، وعملت برنامج اللي هو الفراخ، البرنامج رقم 3، وبطلعها من السائل ده. علشان كده انا قلت لكم ميه البصل بس هي اللي هناخدها وبنحطها. ما شاء الله بصوا، طبعا بنسخنها الاول حوالي 5 دقايق كده او 3 دقايق. بصوا تحفة جدا، هي مش ما فيهاش دم ولا حاجة. اللون الأحمر بتاعها ده هي بدأت تحمر، بجد روعة ما شاء الله. الريحة بقى مش قادرة أوصف لكم. وزي ما انتم شايفين استوت ما شاء الله تحفة، ما خدتش حاجة خالص. بصوا، وده الشكل بقى النهائي، اخدت 10 دقايق بالظبط. جميلة جدا، من اجمل الوصفات. يا رب ان شاء الله تعجبكم الوصفة. شوفوا كلمة المزيد في العنوان، اضغطوا عليها هتلاقوا كل الوصفات بتاعة الاير فراير، والوصف والمكان اللي انا جايباه منه، وريفيو عن القلاية كمان. ان شاء الله تعجبكم، هتلاقوا وصفات كتيرة. ما تنسوش سبسكرايب واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، اضغطوا على الجرس واختاروا الكل عشان تشوفوني على طول. الوصفة ديت جميلة جدا في اخر الشهر بقى زي ما احنا كده دلوقتي، مع شوية بقى رز مفلفل كده، رز ابيض وعليه بقى فلفل اسود، مع سلطة المشاوي. بجد تحفة. بصوا شكلها عامل ازاي، مستوية ازاي، بتتلمس لمس. بوريكم انها محمرة ومشوية طبعا، باين على لونها وشكلها انها مشوية شوي جميل قوي، ومن جوه طرية وجوسي كده مش ناشفة. بعكس طبعا لو احنا حطيناها على في الفرن او في جريل او حتى في الطاسة على النار، بتلاقوها بدأت تمسك كده وتنشف. فما تنسوش لايك للفيديو، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.